اكتر جملة مريحة في رمضان: لسه في وقت، لسه في فرصة جديدة نلحق نعمل حاجة كان نفسنا نعملها، او لسه في فرصة ان احنا نبتدي حاجة كنا مأجلينها. هنا بتيجي نقطة قوة الامل. الامل هو ان انا احاول ادور على الايمان واليقين ان شاء الله في حاجة احسن جاية في المستقبل. الامل ساعات بيبقى مبني على اني شايف النور في اخر الطريق، او اني حتى لو مش شايف النور ان عندي يقين ان زي ما ربنا كرمنا وسترها معانا في كل حاجة، بكرة كمان اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويسترها معانا. ورمضان من احسن الحاجات والظروف اللي نبتدي نمارس فيها فكرة الامل. الامل ان لسه في فرصة تانية، الامل ان لسه طالما فينا نفس لسه لينا استخدام، الامل ان بكرة ان شاء الله في فرصة نقدر نعمل حاجة افضل لمستقبل احسن. الامل مش لازم يكون معناه اني واثق من النتيجة، ولكن الفرق ما بين الامل والتوقعات ان في التوقعات انا حاسبها بالورقة والقلم اني عملت كذا كذا كذا، فبالتالي متوقع اخد ده هو العائد زي ما انا عايزه بحسبتي. ولكن الامل انا عملت كذا وكذا وسعيت وعملت عليا وسبت النتيجة في ايد ربنا، وعارف ان شاء الله ربنا هيديني من ساعته سواء اللي انا كان نفسي فيه او حاجة افضل. الامل بشتغل بسيب الحاجة في ايد ربنا، مش باخدها واحطها في ايد بشر، فبالتالي النتيجة كده كده مضمونة، ولكن هتيجي في توقيت اللي ربنا عايزه بالشكل اللي ربنا عايزه بالطرق اللي ربنا عايزها. لو انتوا مفهومكم اتغير عن الامل او كنتوا شايفينه طريقة مختلفة، اكتبوا لنا في الكومنتس ايه اللي اتغير وايه اللي شفتوه جديد.